الخير. يا باشا. بص يا باشا، انا مذيع وبقدم برنامج على النت. ان شاء الله. في واحد بينافسني وبيضايقني. ماشي. هستأذنك بس لحظة واحدة، انا معلش انا هعطلك عن تعالى لي بعد ساعة. تعالى لي بعد ساعة دي تلاقي مكسبك. اسألك سؤال، لو جاوبت عليه هتكسب معانا؟ لا. مش عايز تكسب؟ والله العظيم احنا ايه؟ مش بحب المكسب وانا شغال. ما هو ده رزق وجالك. لا مش عايز. مش عايز دلوقتي طالما هي عطلنا عن رزقي مش عايز. طب هقول لك على حاجة، امسك كده يا باشا. امسك ال 1000 جنيه دول. مش عايزه يا عم. يا باشا ده مسابقة. لا والله ما عايز. طب امسك بس. والله ما عايز. يا اخي والله فلوس حلال مش. يا اخي دي الواحد غلبان. انا مش عايزه. انا بشتغل كلنا غلابة والله. انا بشتغل بدراعي مش عايز. طب يا سيدي انت صاحب النصيب، يعني هو نصيبه وجاي. انا هريحك. هات فلوس. قول. عايز ايه بقى يا سيدي؟ في واحد مضايقني انا بكرهه، عايز اقول كلمتين وحشين بس في حقه. مش هقولهم. ليه؟ انا مش هقولهم، انا ماليش دعوه بيه. انا مالي. اسمه الهلال. هو مضايقك انت. ومعتمد عليك انت. ما ذنبي انا ايه؟ انا عايزك بس تقول ان الهلالي ده نصاب. لا والله ده راجل محترم وانت راجل محترم. تعرف مين الهلالي طيب؟ ما اعرفش. لا الهلال. طب وانت ازاي بتقول عليه راجل محترم؟ منك انا شفت وشك كده انت راجل محترم. الله يخليك والله. وهو راجل برضه، كان لو شفت وشه برضه هقول عليه. انا بكرهه بيضايقني. وانت بتكرهه، انا بحبه. يعني مستحيل تغلط فيه؟ لا. حتى لو هاخد فلوس. طيب صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. عارف مين هو الهلالي؟ ما اعرفوش. انا. يا مرحب بك يا سيدي. انا كنت حاج عايز اشوفك. نعم. هتعمل ايه؟ هل هترضى تغلط في حد مش موجود؟ لا مش عادي. مش عادتنا. مش عادة تاني. انت راجل محترم. انت جيت في الطريق الغلط. امسك كده. اتفضل. ال 1000 جنيه دول بقوا 2000 كمان يا حاج. ألف مبروك، انت نجحت معانا في الاختبار. الله يبارك فيك يا احنا عايزين نوصل رسالة ان احنا ما نتكلمش على حد في ظهره. عمري ما وانا بالذات انا بقول لك انت حضرتك انا ما اعرفكش ولا اعرف الهلال ولا اعرف حد مين. انا الهلالي. انا لا مؤاخذه انا ما اعرفكش، بس انت جيت في الطريق الغلط انني اغلط في حد. من عز وجل بيقول في القرآن اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ممكن اصيبه بجهاله وانا ما اعرفش. صحيح. ممكن ان انا اغلط فيه وانا ما اعرفوش. اما انت تبقى راجل محترم ترفض 1000 جنيه في سبيل انك تقول كلمتين. لا يا عم لا ولو 2000 جنيه مش لازم ولو مليون جنيه يا عم، ولو اي فلوس عشان ان انا اغلط في بني ادم ما شفتوش ولا اتعاملت معاه مش لازم. وهي دي رسالتنا يا جماعه، ان احنا ما نتكلمش على حد في ظهره. لا يا باشا لا. ما نتكلمش مع حد ما شفناش منه حاجه وحشه، كلنا اخوات. واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وانا لو مش حضرتك عرضت عليه اي مال واي فلوس واي حاجه عمري ما اتكلم على اي بني ادم خلقوا ربنا من وراه. انت اسمك ايه؟ انا اخوك ابراهيم. منين يا عم ابراهيم؟ من الشرقيه. ده انت شرفت الشرقيه كلها والله. الله شرفت المنصوره ومنورنا. والناس كلها على دماغنا من فوق. والله انت اللي على دماغنا. انت وغيرك. اسفين لو